حلو البسكوت، تحفة جدا وشيك أوي وسريع. ما بتطلعش إلا وهي لابسة لبس الشيفات وعلى سنجة عشرة وعندها مزرعة بتطبخ فيها، بتحسها مملكتها وبتعمل وصفات والأكلات على رواقة وبمزاج. حكاية الشيف سحر عبد اللطيف وشهرتها سحر الفردي، إزاي اتشهرت وإيه قصة مزرعتها وإزاي شاطرة في المعجنات كده، ومفاجآت كتير وكواليس هنعرفها مع بعض في الفيديو ده. عندها مزرعة بتعمل فيها أشهى الأكلات والاختراعات اللي ملهاش حدود، وبتعمل كل الأكلات المصرية والعالمية. تحسها أستاذة في المعجنات وشكلها مغري جدا. كلامي هنا عن الشيف سحر عبد اللطيف وشهرتها سحر الفردي. يا ترى إيه حكايتها؟ اتعلمت أصول الطبخ من أكبر الشيفات وأخدت كورسات وطورت من نفسها لحد ما بقت تنافس بيدجات كبيرة وبتجدد وتطور من ستايل مطبخها. عندها مزرعة كبيرة بتزرع وبتربي فيها طيور وعايشة أجواء الطبيعة بعيد عن التصنع، وبتعمل كل حاجة بيور، وشكلها مش عايشة في مصر الفترة دي. ما بتحبش تتكلم عن حياتها الشخصيه نهائي، بتظهر في اوقات بصوتها واوقات بتشغل اغاني او ميوزك وهي بتطبخ. هي مش بتحب تتكلم بصوتها كتير لانه اولا مميز شبهها، وثانيا هو هادي جدا ورفيع ورقيق. رغم انها ما بتظهرش غير على السوشيال ميديا الا انها قلبت استوديو وبتقف تطبخ وهي لابسه لبس الشيفات الابيض وبتغطي شعرها بسكارف ملون، ولازم تكون على سنجة 10 وتلفت الانظار بجمالها ومطبخها اللي ما فيهوش ولا غلطه حرفيا. سحر موهوبه اكتر في المعجنات والحلويات وبتعمل اختراعات الكل هيتجنن عليها، زي مثلا عملت كيك الشوكولاته بالكراميل بس شكلها تورته، وكانت عباره عن طبقات ومش الكل عنده الموهبه دي مهما كان عنده خبره سنين في المطبخ. كمان عملت من دوناتس رول شكل جديد بدل الشكل التقليدي المدور وجواه حشو اللي انت عاوزه، شوكولاته بيستاشيو ولوتس، وكمان ساده بالسكر الابيض وبس. وعلشان هي بتحب تلف في المطابخ بتاعه العالم كلها، عملت بانكيك الكوري وشكله كان حكايه، واخدت كورسات في الحلويات والمعجنات علشان تطلع بالشكل الابتكاري ده. عملت خبز سميدو تركي واللي شكله مغري جدا وتحس ولا غلطه سواء في الخبز وحتى شكلهم في احترافيه مش طبيعي، كلهم نفس المقاس كانها مطعم شهير او محل مخبوزات براند. وعملت مسقعه على الطريقه المودرن محشيه صلصه وموتزاريلا، وهدفها تحبب الكبار والصغيرين فيها وياكلوها لانها وجبه صحيه وفيها حديد. عمل كمان اختراع جامد بيخليك تقوم تجربه من كتر السهوله، ما اخدش 10 دقائق حرفيا، واسمه بسكوت البونينج بالشوكولاته. وعلشان هي عندها مزرعه طلعت فيها وهي بتعمل كيك في المزرعه وسط الفراخ، وكانوا بيخطفوا من الاكل ويجروا بدرجه المتابعين قالوا لها ايه الحلاوه دي، جابت البيض بيور من الفرخه، يعني كيك طبيعي 100% من الطبيعه على طول. وعلشان اللانش بوكس وتساعد في افكار للامهات يعملوها لعيالهم وسريعه وتكفي معاهم ايام وايام، وهي فطاير بالجبنه، واللي بيحبوا الحلق البارد والسهل جدا، وخاصه لو جالك ضيوف لسه بتفكري وعاوزه حاجه ما تاخدش وقت خالص، اعملي فكره جلاش بالكاستر. ولمحبي الاكلات المودرن والسريعه والصحيه في نفس الوقت، عملت باستا بالجمبري وكانت تحفه. الشيف سحر بتعشق الطبخ وحولت مطبخها استوديو وبتعمل اكلات بمزاج وروقان، مش مجرد وصفه تيجي مشاهدات وخلاص، لا هي فعلا بتتعب جدا في المحتوى بتاعها. الشيف سحر مش مجرد هويه للاكلات والمطبخ وبس، لا هي فعلا دارسه واخدت كورسات وبتطور نفسها كل يوم وبتعمل كل الاكلات الترند وبتتابع مع المتابعين كل جديد وترند. يا ترى بقى جربت اختراعات واكلات الشيف سحر عبد اللطيف ولا لا؟ شاركوني برايكم في التعليقات.